السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال الصف الأول الإعدادي. بنبدأ مع بعض بحل امتحانات كتاب الامتحان لعام 2026. بنبدأ بأولى المحافظات، محافظة القاهرة، ودي صفحة 41. يلا بينا يا أبطال نركز مع بعض ونبدأ بالسؤال الأول. اختر الإجابة الصحيحة. بيقول لي العناصر التالية ينتهي توزيعها الإلكتروني بأقل من 4 إلكترونات. طبعا أنا هنا كده بدور على العنصر اللافلز. طب يا ترى يا مستر محمد لو جينا نقوله الهيدروجين، أيوه هو الهيدروجين فعلا لافلز، ولكن مستوى الطاقة الأخير ليه بيكون فيه إلكترون واحد. طب الصوديوم طبعا ده فلز، فطبعا لما بيكون مستوى الطاقة الأخير ليه بيكون فيه واحد اللي هو 2 8 1، يبقى برضه هنستبعد الصوديوم. طيب المغنيسيوم بيبقى 2 8 2، يبقى برضه فلز. تمام، وبرضه في 2 يعني أقل من 4، يبقى هنستبعد المغنيسيوم. طب الفوسفور يبقى هو ده يا غالي اللافلز. وطبعا الفوسفور لو أنت طالب شاطر ودارس العدد الذري هتلاقي اللي هو 15، لما تيجي توزعه يبقى 2 8 5، يبقى الإجابة فعلا هي ج. طيب السؤال اللي بعده، جسم كتلته 2 كيلو جرام وسرعته 3 متر لكل ثانية، تكون طاقة حركته. طبعا كلنا عارفين إن نص في الكتلة في مربع السرعة. كلنا عارفين هنقوله ادي النص في الاتنين في 3 في 3. طب دي مع دي يبقى 3 في 3 بكام؟ ب9، يبقى الإجابة فعلا 9. يبقى أنا استبعدت ألف واستبعدت ج. طب أنا عندي 9 جول وعندي 9 كيلو جول، لا طبعا الإجابة هتبقى 9 جول، يبقى الإجابة ب. السؤال علل، يقول لي اختلاف قيمة البي اتش لمحلول كلوريد الأمونيوم عن قيمتها لمحلول كلوريد الصوديوم. طبعا كلنا عارفين ان ده حامضي وان ده متعادل، يعني لا يتأثر او لا يؤثر على ورقتي دوار الشمس. طب يا مستر الحامضي بيكون قيمة البي اتش ليه اقل من 7، بنقول له كده لان كلوريد الامونيوم حامضي بي اتش اقل من 7، بينما كلوريد الصوديوم متعادل بي اتش 7. السؤال الثاني، اختلاف صخر الحجر الجيري عن صخر الرخام في النوع. طبعا الحجر الجيري ده صخر رسوبي، أما الرخام فهو صخر متحول، يبقى هنقول له كده أن الحجر الجيري من الصخور الرسوبية بينما الرخام من الصخور المتحولة. السؤال الثالث بيقول لي طاقة حركة شاحنة تكون أكبر من طاقة حركة السيارة عند تساوي سرعتيهما. طبعا الشاحنة لها كتلة أكبر، فهنقوله كده لأن كتلة الشاحنة أكبر من كتلة السيارة، وطاقة الحركة تزداد بزيادة الكتلة. كل ما زادت الكتلة هتزداد طاقة الايه يا حبايبي؟ طاقة الحركة. يبقى انت طالب منظم عايز تقول لي بزيادة الكتلة تزداد طاقة الحركة، انت طالب شاطر. عايز تقول لي لأن كتلة الشاحنة أكبر من كتلة السيارة فبالتالي طاقة الحركة تزداد بزيادة الكتلة، انت طالب ممتاز. الضباع من الحيوانات الكانسة، طبعا من المستهلكة الكانسة لأنها تتغذى على بقايا الكائنات الميتة. طيب تعالى السؤال اللي بعده يا بطل. يقول لي أكمل العبارات التالية. الطول الكلي للمسار الذي يسلكه الجسم أثناء الانتقال من نقطة البداية إلى نقطة النهاية يعرف باسم طبعا المسافة، ووحدة قياسها المتر والكيلومتر وطبعا والسنتيمتر. جميل. طيب تعالى للسؤال اللي بعده يا بطل. إيه هو يا مستر؟ لما نيجي نقوله الصخور النارية الجوفية، من الصخور النارية الجوفية طبعا احنا خدنا مثالين، قلنا الجرانيت وقلنا حاجة كمان اسمها الجبرو. حتى المستر قال لك خد بالك يا غالي، الجرانيت فيها حرف الجيم، الجبرو فيها حرف الجيم، يبقى الجوفية فيها حرف الجيم، يبقى ما تنساهاش يا بطل. قارن بين مجموعة الكربونات البيكربونات من حيث الصيغة الجزيئية. طبعا الكربونات CO3، وطبعا دي بتكون يا أبطال ثنائية التكافؤ. طيب البيكربونات اللي هي HCO3، ودي بتكون يا بطل أحادية التكافؤ. طيب تعالى السؤال اللي بعده يا غالي.
الطفرة التلقائية، الطفرة المستحدثة من حيث التعريف. ممكن نكتبها هنا كده، بنقوله إن الطفرة التلقائية اللي هي يعني الطبيعية، بنقوله طفرات تحدث بشكل طبيعي. يعني ايه شكل طبيعي يا مستر؟ يعني يا غالي دون تدخل الإنسان. جميل. طيب لما نيجي نقوله مستحدثة، يبقى أنت طالب عبقري بقى، هتقول لي إيه؟ يبقى طفرات تحدث بإيه بقى؟ ممتاز، بتدخل الإنسان. يبقى الاتنين عكس بعض. طيب الفلزات واللافلزات من حيث الحالة الفيزيائية. والله احنا عندنا الفلزات كلها صلبة ما عدا الزئبق سائل. دي بالنسبة للفلزات. تمام؟ تمام. طيب أما هنا عندنا اللافلزات في منها صلب وغاز، دي طبعا بصورة شائعة، ولكن ما عدا برضو عندنا البروم سائل. يعني عايز أقول هنا في صلب وفي سائل، هنا في صلب وفي غاز وفي سائل، الوحيد اللي هو مين؟ البروم. جميل جدا. طيب يبقى ممكن يجي يقول لي هنا الصورتين اللي بتوجد عليهم اللافلزات بصفة أساسية، عندنا الصلب والغاز، وطبعا في منها مين بقى؟ السائل اللي هو البروم. طب الصخور النارية الجوفية، النارية السطحية، من حيث كيفية التكوين. طبعا الصخور النارية الجوفية يا أبطال اللي هي تكونت أو المنشأ بتاعها في حاجة اسمها إيه؟ الماجما في باطن الأرض. يبقى الماجما في شقوق وطبقات القشرة الأرضية وتتكون ببطء. طب أما بالنسبة للصخور النارية السطحية، تتكون نتيجة تصلب اللافا. طب اللافا دي فين يا مستر محمد؟ على سطح الأرض سريعا، عشان طبعا بتتعرض للهواء. أما الماجما طبعا تصلب الماجما في شقوق وطبقات القشرة الأرضية ببطء شديد. تمام كده؟ تمام. طيب تعالى بقى المصطلح العلمي، السؤال الثالث. امتحان القاهرة امتحان جميل شامل حتى الآن. بيقول لي مخلوط مكون من مسحوق فلزيين أو أكثر. طبعا أنا كده بتكلم عن السبيكة. المسافة المقطوعة في وحدة الزمن، يبقى أنا كده بتكلم عن السرعة. فرقا واحدا بين الزئبق والبروم، طبعا احنا لسه قايلينهم فوق. ممكن نقول له والله إن ده فلز، ده هنقول له لا فلز. مش هقول سائل لأن هما الاتنين سائل، ولكن عايز تقول لي إن ده فلز سائل مفيش مشكلة، ده لا فلز سائل مفيش مشكلة. في طالب تاني هيقول لي يا مستر أنا هقول له الرمز ده اتش جي وده البي ار. أنت طبعا طالب برضو إيه ممتاز. بيقول لي علاقة التنافس وعلاقة تبادل منفعة. في طالب ممكن يقول التعريف، في طالب ممكن يقول مثال. طيب احنا ممكن نقوله ايه؟ بنقوله ان علاقة التنافس علاقة غذائية بين فردين تؤثر سلبا على نموها. يبقى دي كده تؤثر سلبا على نموها او بقائها. مش فاهم يا مستر؟ يعني ايه يا مستر؟ يعني ايه معنى الكلمة اللي حضرتك قلتها دي؟ يعني يا غالي في تنافس دلوقتي، الأكل اللي كان هياكله مجموعة محددة، ايه اللي حصل؟ زاد العدد فيحدث تنافس. طيب يبقى عشان كده بنقوله تؤثر سلبا على نموها أو بقائهما. بالنسبة لمين؟ للكائنين دول. طب تبادل منفعة علاقة غذائية بين كائنين، هنا بقى يستفيد. يستفيد ايه بقى يا مستر؟ كلاهما من الايه؟ من الاخر دون وقوع ضرر على احداهما. تمام. عند اضافه قطرات من حمض على الصخر اكس، تصاعد غاز يطفئ عود سقام مشتعل. يعني كده بيقول لي اللي بيطفئ ده ثاني اكسيد الكربون. اذكر اسم ونوع الصخر. طبعا سؤال جميل جدا يا جماعه، ونتوقع ان السؤال ده يجي في امتحانات هذا العام.
طبعا الصخر ده يا أبطال هو الحجر الجيري، الحجر الجيري. جميل. وده طبعا نوعه نكتب كده صخر رسوبي. طيب، ماذا يحدث عند تعرض الصخر إكس للضغط والحرارة؟ لسه قايلينها من شوية. يبقى يتحول إلى صخر الرخام. صخر الرخام ده من الصخور المتحولة. جميل جدا يا مستر. السؤال رقم 4 والأخير في محافظة القاهرة، صفحة 42 هنا، وفي مذكرتنا طبعا المراجعة لصفحة 30. طيب، ركز معايا يا بطل. بيقول لي استخرج الكلمة غير المناسبة فيما يلي: الجرانيت، اليود، الكبريت، الفوسفور. طبعا أنا شايف هنا في عناصر، وشايف ده هنا إيه يا حبايبي؟ ها، صخر، الجرانيت. يبقى طبعا الإجابة هتبقى الجرانيت، والباقي هنقدر نقول عليهم عناصر لا فلزية. تمام. الدب، الغراب، الأسد، القنفذ. طبعا هنا يا أبطال هتكون الإجابة الأسد. تمام. طيب، يجي طالب يقول لنا مستر طب أنا لو عايز أربط ما بينهم، هنقوله حيوانات قارطة. ليه من بقى الحيوانات القارطة؟ هو القنفذ والغراب والضب، وكمان معانا الفار، بس طبعا مش مكتوب عشان كده اخترت الأسد. طب احنا اخترنا الجرانيت، قلنا دي هتبقى ايه يا جماعة؟ عناصر لا فلزية، ولكن هي مش مطلوب الربط. ما الصيغة الجزيئية لحمض الهيدروكلوريك؟ طبعا HCl. احسب كتلة جسم يتحرك بسرعة 10 متر كل ثانية إذا كانت طاقة حركته ب1000 جول. طبعا كلنا نعلم إن الام اللي هي الكتلة بتساوي 2K، ايه اللي هي طاقة الحركة، في 2 على طبعا مربع السرعة اللي هو الV2. يبقى هنقوله بتساوي ايه يا بطل؟ بنقوله ان ادي الاتنين في ال1000 جول على ربع بقى السرعة اللي هي 10 في 10. طبعا هنطير صفرين من هنا يطيروا مع العشرة والعشرة اللي تحت. يبقى هنقوله 2 في 10 تساوي كام يا بطل؟ برافو عليك، يبقى هتساوي 20 كيلو جرام. تمام. طيب، بيقول لي اذكر مثال سلوك غريزي مميز للسنجاب. طبعا هنقوله كده: كسر السنجاب غلاف ثمرة البندق. يبقى ده سلوك غريزي. المسبب الرئيسي لتجوية الصخور بمحمية الصحراء البيضاء، طبعا هنقوله كده: عصف الرياح. كده انتهينا من أولى محافظات القاهرة. يلا يا بطل حل الجيزة، هننزل لك بعد دقائق بامتحان الجيزة علشان تراجع، عشان تبقى طالب مميز ومن طلاب القمة، طلاب مستر محمد عسل. ربنا يوفقك يا رب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.